4 شهور قصادهم 40 سنة. ما تبقاش متخلف. الساعة اللي بتتعبها دلوقتي بتريحك قدام 1,000,000 ساعة. ما تبقاش متخلف وتستخسر التعب. وخد بالك هي لازم تعب. تعبت تعبت اتعب تاني. ما هو اي حد بيجي يدعي لك دعوه يقول لك ايه؟ روح يا ابني ربنا يجعل تعبك في ميزان حسنات، روح ربنا يجعل تعبك في فايده، روح ربنا يديك على قد تعبك. ايه؟ الدعوه مرشوطه دايما بالتعب، ما بتتعبش مفيش دعوه. هو الناس بتتعب مين؟ اللي تعبان مش اللي قاعد متدلع ومتمرقع. بالله عليك يا ابني ما تستخسر تعبك، اتعب ابحث وانحت في الصح. ونفسي بقى تروح الامتحان بالنية دي مهما كان الامتحان صعب. انا ليا رب مش هيضيعني. نفسي تدخل باليقين ده مع ربنا. والله لو اللجنة كلها بتصوت انا هعرف احل، لان هم متوكلين على بعض وانا متوكل على ربنا. هو ربنا سبحانه لما جه خلقنا ان احنا ننزل عريانين من بطن اهالينا مش دي رسالة؟ ما كان ربنا قادر ينزلنا لابسين بدلة سموكر وفستان فرح. انت نازل عريان يعني ما معكش اي اسباب، وبقى معاك كل الاسباب. مين اللي غطاك ومين اللي اكلك ومين اللي رباك؟ هو ربنا لما بعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ولا اب ولا ام ولا اهل ما تصلوا عليه، مش دي رساله؟ وبقى رئيس جمهوريه كوكب الارض، مش دي رساله؟ هو ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي في الهجره لما كانت كل دوله مكه بتجري وراه وخلى عنكبوت يحميه، مش دي رساله؟ ان ربنا لو عايز حاجه بيحققها باضعف الاسباب. فانت ما تعرفش، انت ممكن تبقى قاعد في اللجنه تلاقي ربنا يلهمك الهام بسبب توكلك على الله، بسبب تنجح في اختبار. ان اللجنه يوم الفيزياء بنسبه 99% بيبقى فيه غش، والمراقبين قال يعني حنينين عليكم بيسيبوكوا تغشوا. لو انت سقطت في الاختبار وغشيت انت نجحت في اختبار الدنيا وسقطت في اختبار ربنا. والله انت وانت قاعد دلوقتي ربنا كاتب لك الدرجه. عندك سكه من الاتنين، يا تجيبها حلال يا هتجيبها حرام. اللي هيدخل اللجنه وهيلاقي غش وهيقرر يغش ربنا هيرفع ايده، هياخد حقه بس اللي ربنا كان كاتبه له اصلا بالحلال وهو خده بالحرام. واللي هيقرر انا مش هغضب ربنا، انا هتقي الله عز وجل، انا داخل اطيع ربنا في الامتحان ده حتى لو هسقط، بس ربنا ما يغضبش عليا، هتاخد حقك وزياده. ابشر واحسن الظن. هل فرطت بجنب الله؟ هيا استغفره وسل عفوا، من يغفره إلا الله. ما خاب وعزته عبد قال بصدق